النهارده هنتكلم عن شويه مسلسلات مش هتقدر تفوتها. لو انت من النوع اللي بيحب الاكشن والتحقيقات والرعب او حتى السحر فانت في المكان الصح. وعلى فكره المسلسل رقم 1 في القائمه هيفاجئك. بفكركم تعملوا لايك شير سبسكرايب للقناه لان ده بيساعد في ظهور المحتوى اكتر على اليوتيوب. ويلا بينا. مسلسل رقم 10 معانا في القائمة. الجماهير والنقاد أجمعوا إنه واحد من أقوى الأعمال اللي ممكن تشوفها. أكشن ومغامرات هيحبسوك من أول لحظة. خلي بالك ده من المسلسلات اللي هتخليك تسهر الليل كله عشان تكمله. وهنا بتكلم عن مسلسل ذا ماندلوريان وتقييمه على IMDb 8.6. كل محبين التحقيقات لازم يشوفوا المسلسل ده. المحقق باتريك جين اللي هيخليك تندهش من الطريقه اللي بيحل بيها الالغاز. من اكتر المسلسلات اللي ممكن تخليك مشدود من اول حلقه لاخر حلقه. بتكلم هنا عن مسلسل ذا مينتاليست، المسلسل رقم 9 معانا في القائمه وتقييمه على IMDb 8.2. لسه في مسلسلات اقوى، ما تفوتش اللي جاي. Now I want you two to get good rest. What if I have a bad dream? لو كنت من محبين الرعب النفسي ده المسلسل اللي لازم تشوفه. المسلسل بيقدم تجربة رعب مليانة تعقيد وغموض. مسلسل رقم 8 معانا في القائمة هو The Haunting of Hill House. الجمهور والنقاد أشادوا بطريقة السرد الأكثر من رائعة والأداء القوي للممثلين. مسلسل رعب وتشويق مستوحى من رواية ستيفن كينج. القصة بتدور حوالين جريمة قتل غامضة والبحث عن القاتل، لكن القصة بتاخد منحنى مثير ومخيف مع تطور الأحداث. مسلسل رقم 7 معانا في القائمة هو The Outsider. الجمهور والنقاد أجمعوا إن واحد من أفضل المسلسلات الرعب اللي اتعرضت في السنوات الأخيرة. There are lives at stake. Sherlock, actual human life. Just so I know, do you care about that at all? Well, caring about them helps save them. So just tell me, what are we dealing with? Something new. المسلسل رقم 6 معانا في القائمة هو شارلوك. ومين ما يعرفش شارلوك هولمز، بس المسلسل ده بيقدمه بشكل مختلف وحديث وذكي. كل حلقة فيها لغز معقد وشارلوك بيطلع بذكاء غير عادي عشان يحل القضية. الجمهور عاشق للمسلسل ده بسبب براعة كتابة الحوارات وسرعة الأحداث. We make it all this way, so far out into the darkness. Why couldn't we have brought more light? مسلسل خيال علمي ملحمي مع قصة قوية ومليان أحداث درامية وبيتميز بالإنتاج الضخم. المسلسل رقم 5 معانا في القائمة هو The Expanse وتقييمه على IMDb 8.5. المسلسل رقم 4 معانا في القائمة هو مسلسل ايجنت كارتر. مسلسل مليان أحداث قوية في إطار حربي وجاسوسي. والمسلسل رقم 8 معانا في القائمة هو مسلسل ريتشر، وأنصحكم بيه جدا للناس اللي بتحب الأكشن. Wait, who are you? Someone who prefers not getting involved. المسلسل رقم 2 معانا هو دير ديفل. المسلسل ده بيدخل عالم السوبر هيروز من زاوية مظلمة وعميقة. كمية العنف والأكشن الدموي مناسبة جدا للجو العام للمسلسل، وبصراحة ده من أفضل المسلسلات اللي شفتها في حياتي. هنا وصلنا لمفاجأتنا، ورقم 1 معانا هو مسلسل لوست. وبصراحة المسلسل ده هو تجربة صعبة تنساها. مسلسل لما تبدأ تتفرج عليه بعد كام حلقة كده هتلاقي نفسك بتقول إن ده هيكون أفضل مسلسل هتتفرج عليه. في النهاية ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.